مريض السكر مش حقل تجارب. ليه ما نسمعش كلام بيقول نوقف الانسولين؟ اول حاجه، مريض السكر النوع الاول محتاج انسولين، لان في النوع الاول البنكرياس ما بيطلعش انسولين خالص، والانسولين مش دواء اختياري، ده هرمون اساسي زي الاكسجين لخلايا الجسم. من غيره السكر يفضل موجود في الدم لكن ما يدخلش الخلايا، يعني الجسم يكون جعان طاقه حتى لو السكر عالي جدا. طب لو وقفنا الانسولين ايه ممكن يحصل؟ لما الانسولين يتوقف فجاه السكر يعلى جدا، الجسم يبدا يحرق دهون وعضلات علشان يعوض الطاقه، تتكون مواد حمضيه خطيره في الدم. ممكن يحصل جفاف شديد واضطراب في الاملاح، وفي الحالات الخطيره غيبوبه كيتونيه تهدد الحياه. علشان كده وقف الانسولين بدون اشراف طبي خطر جدا. طيب هل الحل ان مريض السكر ياكل سكر وحلويات عشان المخ فعلا محتاج جلوكوز علشان يشتغل، لكن ده ما يعنيش اننا نعالج السكر المرتفع بزياده اكل سكر. لو السكر عالي جدا اضافه سكر اكتر هتزود المشكله. العلاج الصح هو تنظيم السكر بجرعه انسولين مناسبه، مش تعويضه بحلويات. هل كل ادويه السكر خطيره؟ ادويه السكر مش نوع واحد، في ادويه بتساعد الجسم يستخدم الانسولين بشكل افضل، وفي ادويه بتحفز البنكرياس، وفي الانسولين نفسه. وفي حالات النوع الثاني لو الشخص خسر وزن ونظم اكله ممكن جرعات الادويه تقل او حتى تتوقف تحت اشراف الطبيب، لكن ده قرار طبي مش اجتهاد شخصي. نقطه مهمه عن المضاعفات، السكر الغير منضبط لفترات طويله ممكن يسبب مشاكل في العين والاعصاب والكلى والقلب والشرايين، يعني احنا بنحمي الجسم مش بنخوفه من العلاج. ومعلومه اخيره عن التراكمي، السكر التراكمي بيدينا متوسط السكر خلال اخر 3 شهور، مش رقم لحظه واحده، وبيساعدنا نعرف هل الخطه العلاجيه ماشيه صح ولا محتاجه تعديل، مش تحليل عشوائي. ده اداه مهمه للمتابعه. خلاصه الكلام يا ابطال، اي نصيحه تقول اوقف علاجك او استبدله كلام غير علمي لازم نتجاهلها. العلاج الصحيح تحت اشراف طبي هو اللي بيحافظ على حياتنا وصحتنا، وبس كده.